السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ بصوا، انا دلوقتي هعمل معاكم اركب القطان على الملايه نفسها والكورنيش، لان الترتيب طبعا بتبقى عايزه شويه تركيز عشان تطلع معاكي القطان مشدود، ما يبقاش مكرمش، يطلع معاكي ايه في الملايه ايه في شده. لا، احنا عايزينه يطلع مشدود، ان هو ايه يكون الملايه كانك كوياها، ما يبقاش فيه اي كشكشه. فاهميني؟ انا عملت فيه فيديو هتلاقيه على اليوتيوب سريع، تركيب القطان، يعني تدخلي القطان ازاي في قلب القماش وتقفلي عليه مع الدواسه. الدواسه هي رجل واحده شمال، يعني فتحتها جهه ايدك الشمال، انت قاعده على المكنه اهو. فتحه الدواسه هي رجل واحده بتاعت السوسن، فتحتها شمال، تمام. هتدخلي في القماش دي قطعه قماش 5 سم، هتروحي حاطه فيها القطان ده، سواء القطان ده او اي قطان تاني. هو ده خيط مكرميه، وفي تاني اللي هو بتاع الانتريهات، بس بتاع الانتريهات تخين شويه. اما بتاع المكرميه ده وسط حلو. انت بصي، هو بيكون وسط، لما يكونش لا رفيع قوي ولا ان هو يكون تخين شويه عندها. هو الوسط ده، تمام. هتروحي مدخلاه في القماشه وتقفلي عليها بالدواسه، تخلي الفتحتين القماش، فتحتين القماش لجهه ايدك التانيه اليمين، وتكون الدواسه داخله على القماش، داخله على القماش كده كده، ماشي. ده عشان انا كده خلاص عايزين نخلصها كده. ايه تركيب القطان في القماش انا عاملاه كده كده فيديو سريع. هنيجي بقى نركب مع بعض. هي 3 مراحل. بتروحي اول مرحله تعملي القطان في قلب القماش وتقفلي عليه. تاني مرحله بتروحي حاطه القطان على الملايه وتخيطي. تالت مرحله بتروحي حاطه الكورنيش على القطان والملايه. فاهميني؟ هو 3 مراحل، فهو عايز شويه تركيز، وشغله برضك هو مش سهل يعني، عشان ما يطلعش معاكي في شويه كشكشه في الكورنيش او في الملايه نفسها. لا، احنا عايزينه يطلع مشدود كويس. تبداي من البدايه اهي، ماشي تمام. وتروحي حاطه على الدواسه بتاعتك، وتروحي عامله فرماتوره. بقيتك بقى لو تثبتيه برضك القطان ده كده، عشان لو ايه ما يشدش معاكي ويعمل معاكي كشكشه. بتروحي بقى بصي، اهم حاجه انك تبقي بصي ايدي. اشوف كده، اتاكد من غرزتي انا كده. طبعا الغرزه بتاعتك تخليها على 3.5 او 4. بص ايدي الاتنين ماسكه القماش، بص ايدي الاتنين ماسكه القطان مع القماشه ومفرودين. وتكوني بردك ايدك دي كده، انا عايزاه يكون مشدود حلو كده نضيف. بصوا، ما يبقاش فيه اي كشكشه. اهي القماشه مع القطان بايدي اهو، شدهم ان هم يكونوا مفرودين، تمام. وتكون ايدك كده. خدت فلت ثواني. بصوا بقى اهي، بتمشي بقى طولة الملاية كده. طبعا انت بتبقي سايبه برضك بصي بتاع ايه 2 سم، القطن بتركب على 2 سم من القماش بتاع الملايه. ده سرير اطفال، فانا عامله الملايه بتاعته 160 او 100، 160، بحيث ان تكوني ايه عامله حساب اللي هي زيادات اللي بتسيبها في تركيب الكورنيش، الزياده بتاعته، عشان الملايه تصفى معاكي مع الكورنيش، وتصفى معاكي من على المترين. بصوا هي بس هو بياخد شغل برضك انك تكوني مركزه. بصوا الاتنين ايدي بايدي الاتنين اهوت مفروضين مع بعض، وايدي التانيه اهي. وبرضك بشوف برضك كده، انا بشوفه بعينيا كده، بشوفه مفروض ولا لا. انا شايفاه اهو مفروض. اهو ادي الاتنين مع بعض اهو. وتاخدي بالك برضك انك تكوني ماشيه مستقيم، يعني ما تبقيش معروجه، خلي ايدك مستقيمه، الملايه ماشيه مستقيم، ما بقاش فيها اي عروجه. هو مش عايز ده، مش عايز انك تمشي كده وخلاص، تحطي القماش على الملايه، القطن على الملايه وتمشي كده وخلاص. لا، هو عايز بصي بايدك الاتنين تبقى شغاله بيها. مش عارفه اللي عملت تقطع ليه المكان ده. الواحد لما بياخد على مكنه ويجي يشتغل على مكنه تانية، تحس ان المكنه غريبه عليه. عشان بقالي بقى فتره بشتغل على مكنه جاك. انا هنا بصور لكم من من المعرض اللي بقول لكم عليه بتاعي.
هتلاقي هنا ايه الدنيا بص شويه. بالنسبه لبنات المبتدئات اللي لسه عايزين يبداوا مشروع الملايات، لو انت اي حاجه واقفه معاكي، انا معرضي الحمد لله وعلى الطريق ومكانه سهل جدا، في اي مواصله هتجيلي بيها، مواصلاته سهله جدا. هتيجي تعالي اي مرحله واقفه معاكم مش عارفه تشتغليها، تعالي يا ستي ان المكان عندي الاوفر وعندي السنجل، وانا معاكم يعني مش تقلقوا يعني. اللي واقف معاكم مش عارفه تشتغليه انا هعلمهولك. اهو طولة الملاية ايدي الاتنين معايا، انا كل معظم شغلي على فكرة هتلاقيني ايدي الاتنين القماش يعني مظبطين القماش، عشان كده تبقى الكورنيش على الملاية مفروض. القطن اهو والقماش عليه، بس برضك تكوني ماشية مستقيم، تبقى برضك باصة عينك تبقى على شغلك، لان في ناس بتشتغل بتبقاش عينها على الشغل، لا عينك على الشغل ومركزة في الشغل اللي تحت ايدك. عايزه تطلعي شغل كويس ومركزه في الشغل اللي تحت ايديك. ولو جت معاكي منقصه شويه يعني ممكن تكون القطان اقل شويه من يعني الساده اقل شويه من المنقوش، عادي مش هيفرق يعني، ده كده كده هيخش تحت الدواخل بتاعت المرتبه. انا كده خلصت اهو. ماشي، هروح بقى ايه قصه بقت قطاني، واروح ركناه اربطه عشان ممكن يكون ده بيكر شويه، تروحي رابطاه وسايباه. تيجي بقى انت بقى بص انا برضك بعمل ايه، بشد برضه عشان لو في اي حاجه خياطه بخلي حاجتي، بصوا اهي حاجتي هو المفروض قبل تركيب الكورنيش. وكده كده اصلا كمان المكوه كمان لها عامل اساسي في انك تظبطي كمان القطان كمان على الملايه اهو ما شاء الله. هيجي بقى اجيب لكم، هجيب الكورنيش بس سوا عشان نركبه مع بعض. بصوا حاجه كمان، باجي اركب الكورنيش بروح مقسمه الملايه نصين كده ومعلمه، بخلي الكورنيش على طول 2 متر و10، يعني بخلي هنا في 15 سنتي من كل جهه فاضلين من الملايه، مش بركب الكورنيش من اول الملايه، مش بركبه من اول البورصل، لا بسيب 15 سنتي وببدا كورنيشي، يعني بكون انا معلمه طول الملايه، طول الكورنيش اللي هيبقى على الملايه نفسها على طول 2 متر و10. يعني بعمل مثلا الكورنيش ويبقى فيه 5 سم هيكونوا زياده يخشوا تحت المرتبه مع ال 15 سم اللي هي من كل جهه، يعني ببدا الكورنيش بعد 15 سم اهم 15 هم، وابدا كورنيش بيبقى كويس، مبيبقاش فيه دواخل كده من الكورنيش في المرتبه، وبيبقى شكله كويس. اصلا معظم الشغل الجاهز بيبقى كده يعني متساب من كل جهه 10 سم 15 سم. في السرير دي مش هيبقى كتير، لان انت اهم حاجه عندك تكون الكورنيش على طول 2 متر و10، دي اهم شيء. تبقى كورنيش اهو اللي هو 55 سنتي، لان بعد ما تحطي الكورنيش وتتني بيصفى معاك الكورنيش على 50 او اقل من 50 كمان. بتروحي بقى ايه تانية دي كده على الهوا يعني كده بدون ما تانية، وبعد كده انت بعد كده بتيجي تقفلي ملايتك وتتنيها. تتني اول الكورنيش اللي هو التانية اللي هي في الجناب دي، بتروحي تانيها كده وانت بتحطيها على الملاية، وتروحي بقى حاطه الكورنيش بتاعك. اهم شيء ان الدواسه اصلا بتبقى داخله على القطان، الدواسه بتبقى على القماش بس داخله على القطان، بحيث ان هو يبقى ايه ما يبقاش فيه فراغات عشان يطلع معاكي مظبوط، يبقى بين الكورنيش والملايه على طول. القطان ده عايزينه بين الكورنيش والملايه، لو سبتي فراغات ومش سبتي بين الدواسه والقطان ده فراغات هيطلع ظاهر من الناحيه التانية في الكورنيش. انت اهم شيء بصوا انا بايدي اهو بتكوني الدواسه داخله على القطان، لا بتطلع ولا بتكوني سايبه مسافه بينها، داخله عليها على طول. هو برضك زي ما قلت لكم هو مش الشغل بتاعه مش انك تكر وخلاص، تمام. بصي كده شوفي تعالي اهو، بصي اهو ادي القطان بين الكورنيش والملايه، ده بقى دي كده 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 هو كده المفروض برضك على فكره مع الكوي بيكون ابص بتيجي تكوي بقى انت بموجودك كده، يبقى القطان معاكي المفروض جميل ما فيهوش اي مشاكل.
كده كده انتوا شفتوا شغلي على الطبيعه وهو معمول. نرد على التليفون. بصي انتي بقى، بصي انا عيني على الشغل. بصي ايدي كده، ايدي على تظبيط الكورنيش والكشكشه بتاعته، لان ممكن تكون برضك الدواسه بتيجي ساعات في قماش كده بيكون يعني خفيف شويه، او يعني في قماش كده سبحان الله ما بيبقاش الكشكشه فيه كتير. ودي ان انا اكون مدخله برضك الدواسه على القطان. ما اخليش الدواسه تكون فوق القطان، لا بخليها داخله على القطان، قافله على القطان، ومركزه بقى في الكرانيش. طب لاحظت في كرانيشي بتلاقيها مستويه، تحس ان هي كلها سوا واحد، وتكوني بقى داخله على بص اهي. وبايدي برضك لو في اي حته سايبه مش متكشكشه كويس بخليهم زي بعض، ومش بيحتاج كشكشه كتير يعني. وماسكه ناحيه كده وناحيه كده. بصوا بظبط الكشكشه تحت ايدي تحت الدواسه ده. يعني في كذا حد عايز مني الطريقه يعني وشاف شغل اهو، وعيني على الشغل. انا مركز شويه في الشغل، مش بتكري وخلاص. في القطان بالذات ما بتكريش وخلاص. كده انت خدتوا كده الفكره ازاي؟ عشان بس انا هوقف الفيديو بحيث ان ما يبقاش مساحه الفيديو كبيره. معاكم اهو الكشكشه. ودايما زي ما قلت لكم قبل كده بتكوني سايبه مساحه بين القطان والقماش نفسه بتاعت 2 سنتي او سنتي ونص، عشان ساعه السرفله كده تعرفي تسرفلي ويكون في مساحه. ما تبقاش انت عامله الحاجه على الحرف نهائي، مش هيطلع معاكي مظبوط. القطان بالذات بتبقى عامله حسابك ان بصي انا سايبه بصي قد ايه مع سوى قماشه القطان، فاهميني؟ هخلصه بقى عشان هياخد وقت. خلاص اهو دخلنا على نهايه الكورنيش. بص هو ده اطفال، عاملاه 3 قطع في 55 للكورنيشين للملايتين. هو يبقى واخد معايا القطعه ونص، بس هيبقى في حته صغيره هحتاجها يعني هاخدها من التانية ان انا هتنيها واقص بقى اهو. وممكن تحتاجي بس توصيله صغيره كده في نهايه الملايه التانية، في كورنيش الملايه التانية عشان هتني بقى. بص اهي، وروح تانية بقى التانية بتاعت الجناب. وكده انا شطبت الكورنيش بتاع الملايه الاولانيه. بردك هوريكم شغله على الاوفر. هو على الاوفر بردك يعني بياخد وقت بردك صعب شويه، عشان خاطر دي القطان مع الاوفر ما بيجيش كويس يعني. عشان كده سايبه فراغ حلو ان انا اعرف اعمل اوفر. لما اسيب الفراغ عشان تعرفي تعملي اوفر، فاهميني؟ هتعملي اوفر 3 قطع على بعض، مش تعملي كل حاجه لوحدها عشان الاستهلاك بردك في بص اهو القطان من الملايه اهو. مش هيظهر معاكي بقى حلاوته ولا كشكشته الا بعد الكوي. الكوي فعلا فن بيظهر الشغل، لازم مكوه. اهو يا بنات ادينا خلصنا. واروح بقى معاكم على الاوفر واوريكم كمان طريقه الاوفر بتاعته. جيت بقى معاكم على مكنه الاوفر اهو زي اهي. هتبداي بقى سرفلتك تروحي مدخله ظبطي بقى كده كده كده. بصي الدواسه هتبقى طالعه سنه كده، حاولي تاكلي القماش اللي هو فيه التنسيق. دي بردك صعبه على فكره شويه، تاخد وقت بايدك كده وتظبطي الدنيا. بس اوعي تخشي في القطان. هو كده كده الدواسه عشان تعرفي تسترفلي هتطلع شويه فوق القطان، الدواسه بتاعت مكنه الاوفر. فانت هتكوني ماشيه فيها بالراحه. هو ده الطعم الوحيد اللي بياخد وقت على الاوفر شويه عن اي شغل تاني، عشان القطان. انت هتكوني عايزه تاكلي الشغل اللي متسرفل ده مع بعض. يعني هتكوني عايزه تاكلي ال3 طبقات مع بعض في السرفله، بحيث ان هو يكونوا متسرفلين، ما تبقاش فيه تنسيل. تنضفي يعني الملايه كده، بتنضفي الكورنيش بتاعك من اي تنسيل. يعني شوفي بعد ما انا كنت سايبه، بصوا انا سايبه حته قد ايه، هيطلع كله في الاوفر، يفضل معاكي دي. شايفينها يا بس اهو. ماشيه انا بالراحه برجلي من تحت رجلك على الدواسه، ماشيه بالراحه. يعني بعمل لما باجي ادوس على الاوفر مش بدوس دوسه مره واحده، لا بدوس تقطيع.
في ديت بدوس تقطيع، يعني بايد برجلي كده دوس تقطيع، رجلي على الدواسه بقطعها، يعني بدوس تقطيع مش بدوس دوسه مره واحده. مره واحده تروحي داخله في قلب القطان والملايه اهو. واللي لسه بتبتدي على الاوفر، لسه اول ما تشتغلي عليه تاخد بالها الاوفر بايدك دي تحت كده، عشان خاطر القماش ما يجيش تحت السكينه. الاوفر عايز تركيز، عشان خاطر اي حاجه مش فيها تركيز السكينه اللي موجوده بتقصي معاكي دي ممكن تاكل الملايه معاكي، فتركزي فيها شويه. حتى لو سمعتي الصوت هتلاقيه صوت تقطيع، يعني رجلي بتقطع في الدوسه، مش بعمل مره واحده. خلصت اهو. انا بحاول اجيب التلاتة في الاوفر، تلات وصفات انا حطاهم، اللي هي القطان والملايه والكورنيش اهي، وخلصتها اهيت اهي بنات اهي. وبكده احنا خلصنا بقى الملايه. هروح بقى اقفلها بقى تاني الديل اروح معاكم على التاني، تعالوا نروح مفيش مشكله. هنيجي بقى هنا للتاني. التاني طبعا هتروحي بادئه من هنا وتروحي ماشيه زي ما يدور على الملايه. بصي ببدا من هنا اهو، واروح جايه عندي نزله الجناب الكورنيش، واروح تانيها رخره لفه عليها اهي، مش هفصل بقى الخيط، اروح بردك ايه لفه على التانية بتاعت دي بتاع الكورنيش، وادوس اهم حاجه فرماتوره بقى عشان ايه الخيطه ما تفتش. يعني في كل بدايه ونهايه تعملي فرماتوره مهمه. الفرماتوره دي يعني بتدوسي على الخيطه مرتين، موجوده عندك هنا في الجنب، وتروحي بقى ايه مخيطه عامله الديل. اخلصه وارجع لكم تاني عشان التقفيله. هتيجي بقى انا كده ايه دخلت اهو على نهايه الديل الكورنيش، واروح بردك لفه ما بقصش الخيط وايه والف واعمل ايه فرماتوره. واتني الجنب بتاع الكورنيش، وتروحي رايحه على اهي، تخلي جهه القطن دي لتحت، تروحي طالعه عليها وتروحي لفه يعني بتقفليه بقى، وتروحي بردك ماشيه بقى يجي على الديل بقى بتاع الملايه اهو. مش بتقصي بقى الخيط، بس هي بقى المكنه بتقطع بقى لفه اهو. يا الله، المكنه دي مقرفه. بتروحي عامله فرماتوره زي ما قلت لك في البدايات والنهايات، عشان الخيط لو سبتيها من غير فرماتوره بتفك. تروحي بقى ايه رايحه بقى تانية بقى بقيه الملايه بقى نفسي بقى زي ما يدور لغايه ما توصلي نهايه التانية اللي انت عاملاها اول حاجه. وبكده ايه وبكده خلصت انا كده خلاص الملايه ديت. هعمل لكم كمان فيديو ان شاء الله بطريقه الخداديه اللي هي هيكون معاها فيونكه في الموديل ده. الخداديه بتاعته بتبقى عباره عن كورنيشين وعليهم فيونكه. الفيونكه دي ان شاء الله هنزل لكم برضك طريقتها. كده الملايه زي ما قلت لكم اهي بالقطان. وما تنسونيش بقى بلايك واشتراك بقى وكل حاجه بتعملها في اليوتيوب. يعني هو التصوير تقريبا كده جه عادله غير المفروض انا اصور بيها، بس مش مشكله، بس اهم حاجه تكون الشرح يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.